أسعد الله مساءكم بكل خير. اكتمل المربع الذهبي بتأهل المغرب على حساب كرواتيا على حساب البرتغال بهدف نصيري. ومنذ قليل فرنسا تفوز على إنجلترا وتبلغ النصف نهائي. إذن فرنسا والمغرب في نصف النهائي الثاني. قبل ذلك كانت الأرجنتين وكرواتيا. إذن اكتمل النصف النهائي. مساء الخير لكم جميعا. حسين عاشور، مساء الخير. مساء النور حكيم. السلام عليكم. عليكم السلام. لأنه كان حزين بتأهل فرنسا وفرحان بتأهل المغرب. مساء الخير زين. مساء الخير حكيم. راك أنا أكثر اليوم هذا اللون، ما تقول لي فرنسا لأنه اللون الأحمر مع راح الأزرق. فرنسا اليوم درناها على حسب النصف النهائي تاع اليوم. صحيح، ممتاز. أنا فرحان بتأهل فرنسا على كل حال. مساء الخير مؤمن. مساء الخير حكيم. مساء الخير للحضور ولكل مشاهدينا. للجميع مساء الخير. إذن تأهل المنتخب المغربي للدور النصف النهائي لأول مرة في تاريخه ولأول مرة في تاريخ إفريقيا يبلغ منتخب إفريقي الدور النصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرتغال. إذن هذه نتيجة مباراة اليوم، المغرب والبرتغال وفرنسا أيضا مع إنجلترا. نبدأ إذن مشاهدينا بالمغرب. مواجهة المغرب فاز فيها المغرب على البرتغال بملعب الثمامة. هدف وحيد كان كفيلا بأن يؤهل منتخب المغرب إلى الدور النصف النهائي، وقعه النصيري في الدقيقة 42. وكانت هذه التصريحات ما بعد المواجهة اللي فيها عديد من الأسماء تتحدث عن ما بعد المواجهة. كرة القدم فيها الكثير من المفاجآت. هل هي مفاجأة اليوم؟ أول مرة منتخب إفريقي يصل إلى الدور نصف نهائي. البرتغال بدون كريستيانو، المغرب لأول مرة في دور النصف النهائي. هل هي مفاجأة؟ لو كان نعاودوا نشوفوا قليل الوراء، منتخب مغربي لم ينهزم ضد منتخبات قوية. دائما كان حاضر ولكن بطريقته كما قال المدرب الآن في تصريحه. يعني كنا ننتظر أن اللقاء راح يصعب على البرتغال، ولكن شفنا منتخب مغربي أكثر قوة، يعني بادر أكثر من اللقاءات الأخرى. كان قادر يسجل هدف ثاني عن طريق هجمة مضادة. ما شفناش منتخب البرتغال يخلق عدة فرص للتسجيل. الشوط الثاني دخل كريستيانو، يعني ضيع كرة أو كرتين. حارس في المستوى، ولكن كانوا قادرين يقضوا يعني على المقابلة قبل يعني الوقت يعني الإضافي. حارس كذلك ما سقطش، اللاعب حب يلعب يعني بيشنات ويسجل هدف جميل. أنا نظن فاز بجدارة واستحقاق. لما نشوف الدور يعني الإقصائي اللي قبل سويسرا البرتغال، نقول أن البرتغال كان قوي ومن الصعب المنتخب المغربي يفوز عليه لما نشوف المباراة من قبل. ولكن لما نشوف المباراة اليوم ونحللها، شوف أن المنتخب المغربي عرف كيفاش يصمد، كان قوي وعرف كيفاش يلعب بقوته في الهجمات المعاكسة، وسجل هدف وصمد وعرف يشد كرة. أنا نظن فاز بكل يعني جدارة واستحقاق. هل المنتخب المغربي يلعب على قدراته، على عرف الركراكي بأنه يجب أن يبقى يدافع لدرجة كبيرة ثم يخرج وساعدوا الهدف اللي سجل في الدقيقة 42 توقيت مميز جدا، وبالتالي صامد واغلق كل شيء. لعب على قدراته، لعب على ثقته الكبيرة، لعب على مقابلات اللي أداها مع منتخبات قوية واللي ما خسرش فيها. لعب على الهدف الواحد اللي سجلوه عليه في طول المنافسة. هذه الأشياء كلها يعني أعطت يعني المنتخب المغربي ثقة كبيرة، وأعطت له يعني هذاك الروح المعنوية اللي يقدر ينافس بها أي منتخب. لما تلعب أنت ضد أكبر المنتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وتلعب البرتغال يعني، والشوط الأول يعني احنا كنا نقول لازم المنتخب المغربي باش يعني يبقي حظوظه في الفوز أنه ما يتسجلش عليه في الشوط الأول، ولكن هو سجل، وبالتالي عامل إضافي. عامل إضافي. أنت واش راح يقول المدرب للاعبين؟ أنتم على بعد 45 دقيقة من التاريخ.
من نصف نهائي تاريخي. شوف اللاعبين كيفاش راح يتحمسوا حكيم، شوف كيفاش راح يعطوا كل ما عندهم. انا نظن مدوا كل ما عندهم. شفنا سايس يعني الصخره، يعني صخره الدفاع كيفاش يعني تصاب، يعني لانه مد لعب بكل قوته طيلته، واحد يعني احد الاعمده في هذا الفريق اللي شفناه، وراح يعني غيب عليهم ثقل كبير، راح يروح يعني من الدفاع. شفناه كيما يعني تصاب في اخر لقاء. باش تشوف باللي اللاعبين عطاو كل ما عندهم. ويعني في كرة القدم لما تمد كلش ترجع لك كرة القدم. زين عامر، الثقة وتسجيل الهدف وطريقته الدفاعية اللي حافظ عليها بشكل مميز، كما قال لك كان يبحث على غلق كل شيء وما يتسجلش عليه، فإذ يجد نفسه بوضع أفضل يسجل ويغلق. شفنا منتخب اليوم أكثر من صامد، لأن لما تكلمت مع حسين قلت له هل هذه يعني من الحظ؟ انا نقول لك لا، الحظ يجيك خطره، ولكن يعني تزيد تعاود. احنا كنا نتكلموا منتخب اللي لعب 120 دقيقه، راح المفاجاه. انا قلت مفاجاه، هل هي مفاجاه في البدايه؟ اليوم نقول لك ليست مفاجاه، لان اليوم طريقه لعبهم احسن من طريقه لعب ضد المنتخب الاسباني. اليوم لما تشوف يعني في كل منافسه المنتخب المغربي تسجل عليه الا هدف، والهدف هذاك اللي تسجل سيتي يعني ان بيت كونت سون كونت تاع المدافع المغربي. احسن دفاع حكيم في المنافسه اللي ربح 181 ديوال على 377. يعني باش تشوف هذا المنتخب يعني كما قال لك المدرب يعني الركراكي، عندهم طريقه لعب ما جاش من العدم. كاين منتخبات تلعب طريقه دفاعيه، ولكن تعرف اليوم شفنا في المرتدات كيف يخرجوا. حسين قال لك كانوا قادرين يسجلوا هدفين، نقول لك انا كانوا قادرين يسجلوا حتى 3 أهداف لو ما كانت الفعاليه. شفنا المهاجمين واش ضيعوا، يعني دي فاس فاس، وجه لوجه، وجه لوجه شفناها يعني 2 خطرات دو فوا مرتين وين كانوا والثالثه يعني لو تير تاع وسط الميدان اللي ضيعها. ولذلك اليوم نقول لك يعني عندهم شيء كاين نروح في هذه المجموعه اللي اليوم هي اللي تخلي هذا المنتخب يامن بقدراته. الركراكي نظن لعب دور كبير. كنا نتكلموا البارح على دور المدربين. اليوم الركراكي لما تشوف طريقه تعامله، لما تشوف طريقه يعني كومون يجار هذا لو جروب. لان شوف حكيم، حنا نتكلموا دائما نقولوا لما يخرجوا بعض اللاعبين يعني تغيير اللاعبين او راح يخلق لك خلل في التركيبه. اليوم شفنا سايس خرج، شفنا زياش خرج، شفنا كثير من اللاعبين الاساسيين اللي ما قدروش يكملوا يعني كل اطوال المقابله، زادوا لعبوا اكثر من 10 دقائق ب10 لاعبين وصمدوا. هذه تظهر ان هذا المنتخب. نزيد لك انا البارح كنت نتكلم لك على الحارس الكرواتي، اليوم ايضا بونو ويزاري 8 تصديات يعني ديسيزيف. لي زاري هادو يعني تاع بونو زادت يعني الثقه في المجموعه. وشفنا نظن اليوم لما نتكلموا على المنتخب هذا، نظن منتخب اللي صنع يعني ماشي مفاجاه، ولكن اليوم صنع شيء. لان هذا الشيء هو ان لاول مره في التاريخ منتخب افريقي يمشي لنصف نهائي. يعني باش تروح الى النصف نهائي لو ديرني كاري تاع اكبر منافسه في العالم ليس من السهل. نظن الدور الكبير يعود الى المدرب. في الاربعه الاوائل، راك في اربعه الاوائل. مؤمن، منتخب اليوم دفاعي بامتياز، منتخب سجل عليه هدف واحد، ولكن ايضا امام منتخب افضل هجوم، اعتقد 12 هدف بالنسبه للمنتخب البرتغالي. هل اليوم المنتخب المغربي استغل الثقه الكبيره اللي استفاد منها على مدار على الاقل الدور الاول والثمن النهائي، هي اللي خلاته يكون على الاقل افضل وساعدته الهدف؟ لا أكيد حكيم، المغرب اليوم كالعادة لعب بخطته التي يحببها، والخطة التي تزعج كل منافسيه، سواء المنافسين يعني بين قوسين متوسطين أو كبار المنافسين. شفنا أمام إسبانيا نفس الطريقة تقريبا، مع صعود نوعا ما لخط الدفاع الى حوالي 30-40 متر من المنطقه تاعهم. هذا كان يخلي يعني شويه ارتباك في بناء اللعب عند المنتخب البرتغالي، الذي لم يجد حلول كثيره الا بتمرير الكره بصفه عرضيه، ودخل في اللعب الممل واللعب الذي يعطي ثقه اكثر للمنتخب المغربي وينحي ثقه المهاجمين. لماذا؟ لم يجد الحلول. ما الذي افتقده إذن؟ منتخب برتغالي ما الذي افتقده؟ أنا أتحدث على منتخب برتغالي كان رهيبا على أكيد كان مرشح بعد النتائج الجيدة التي حللها. نظن أن المنتخب المغربي اليوم
عرف كيف يكمل في نسق دفاعه في يعني المنتخبات. يعني شفنا اليوم حكيم شأنها ما بينها، لو تشوف كرواتيا، لو تشوف فرنسا، لو تشوف المغرب، المنتخبات هذه تدافع جيدا. اليوم صلابة دفاعية هي المفتاح الأول، ثم النتيجة 2-1 1-0 وتفوز بالمباراة. المغرب المفتاح أين هو؟ المفتاح لما أنت تفوت الدقائق وتكسب ثقة من المباريات الأولى. أنت لم تقصي أي فريق، قصيت إسبانيا، ثم اليوم مع مرور الوقت تشوف أن المنتخب البرتغالي لا يجد الحلول إلا عندما خرج اللاعب رومان سايس الذي كان قادر يكون أحد يعني أن تورنو دي ماتش، يعني منعرج اللقاء. وين شفنا الدخول خلينا راح نتكلموا الدخول متأخر تاع كريستيانو رونالدو ولياو. لماذا؟ لو دخل رونالدو أساسي اليوم راح تكون مباراة أخرى. لماذا؟ لأن هو يجيد، يعرف مليح يدير لي زابيل ورابيد على هذاك الجان اللي دار حاله راموس. وزيد كذلك بونو لما يكون عندك بونو ليس 50% افضل حارس اليوم، 90. افضل لاعب في انا الى يومنا هذا لا ارى احسن منه في البطوله العالم بصراحه. ارشحه ان يكون لا، نظن ان لو شفت كمان مره اداء بونو يا زين من المباراه الاولى اليوم احسن لاعب في المباراه، نظن راح يكون احسن حارس. كيف لعب الفريقان؟ هل افتقد شيء المنتخب البرتغالي؟ ونحن نرى تشكيلة المنتخبين طبعا التي بدأ بها الركراكي وسانتوس طبعا بداية المواجهة. ما الذي افتقده منتخب البرتغال وما الذي صنعه منتخب المغرب من نجاح ربما قوته الدفاعية التي دخل بها؟ كيف لعب المنتخبين في اثنين؟ أنا نقول منتخب البرتغال افتقد يعني مساحات اللي ما خلاها لوش المنتخب المغربي، لأن أنت تلعب ضد فريق سويسري اللي هو كذلك يهاجم، اللي هو داير نفسه في نفس المستوى كالمنتخب البرتغالي، اللي حب يلعب مباراة مفتوحة، اللي ما عرفش يقيم خصمه وترك فراغات كثيرة. وكنا تكلمنا على الكرات المرتدة لدوزيام بالون اللي ما كانش حاضر فيهم فريق سويسري. اليوم تقريبا كل الكرات المرتدة خداها المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان حاضر في الثنائيات، كان قوي لاعب ضد لاعب. هذا هو الشيء اللي افتقده المنتخب البرتغالي، بلاعبين قويين. لو تترك له عفوا المساحات وتترك له الفراغات وتخلي واحد ضد واحد بدون تغطية، لاعبين مهاريين يقدر يروح لك. بعد دخول لياو، بعد دخول كريستيانو، كانت الامور صعبه في بدايه دخولهم. نقول لك اللقطه اللي عملها كريستيانو رونالدو، لان المنتخب المغربي لاول مره اصعد لنصف الميدان. رونالدو كانت عنده المسافه يطلب في الظهر، ولكن لما لو لا هذا احنا زين ما نتكلموش على لاعب، احنا نتكلموا كمنظومه. المنتخب المغربي عفوا زين، المنتخب المغربي لان الضغط كثر عليه، تدخل وليد الركراكي وقال اطلعوا، طلع كل الفريق في تماس على ما اظن. وفي هذيك اللقطه من بعد كانوا في حوالي 30 متر طلب كريستيانو الكره في الظهر. ولكن لو كان نشوفوا كامل المباراه تقريبا المنتخب المغربي كان يلعب في خط 18 متر، وفي خط 18 متر ما عندكش فراغات تطلب بالمساحات. الامر كذلك ان دالو لاعب المدرب عمل غلطات كبيره. انا نقول لك لاعب